بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. اعذروني على التأخير عليكم، بس والله انا مزنوقة جدا في الامتحانات وفي المذاكرة، وكمان كنت تعبانة ومريت بدور كده صعب شوية. الحمد لله على كل يجيبه ربنا. النهاردة معايا غدا خفيف، هي الفراخ البانيه المقلية مش المشوية، وكمان هنعمل بطاطس محمرة عادية مش ويدجز. انا هنا معايا نص كيلو صدور فراخ بانيه ومتبلاها بالتتبيلة اللي انا عملتها لكم قبل كده. انا دايما بتبل نص كيلو بنص كيلو كده، وبحطه في علب بلاستيك او علبة بلاستيك يعني في التلاجة في الرف بتاع حفظ اللحوم ده، بحيث ان انا في اي وقت احتاجه اطلع اشوي او اقلي منه مفيش مشكله. احنا بقالنا فتره كبيره جدا بناكلها مشويه، فبصراحه زهقنا فقلنا نعمل فراخ مقليه. فانا الفراخ شلتها من البصل على اساس ان البصل لما بيلزق على الفراخ بيعمل عازل بينه وبين الحاجات اللي احنا هنحطها، فبيخلي الطبقه بتاعتها تطلع. لكن انا هوريكم النهارده طريقه ان شاء الله طبقه البقسماط اللي احنا هنحطها مش هتطلع منك ابدا ولا هتقع ولا اي حاجه. طريقه الفراخ تتبيله الفراخ هسيبها لكم ان شاء الله، الرابط في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. دلوقتي معايا ده حوالي كوبايه دقيق، عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر، تمام. دول بيضتين وعليهم حوالي ربع كوبايه لبن حليب وملح وفلفل ومضروبين بالشوكه. وده بقسماط عادي جدا اللي انا بشتريه اللي هو الريتش بيك، وبفضيه في علب زي كده اهي، وبخلي العلبه جنبي عشان لو احتجت ازود وايدي مش نضيفه يعني اعمل على طول. ومعايا هنا طبق فاضي، وهبتدي اوريكم بقى انا هعمل ايه. اول حاجه هعملها باخد الفراخ كده بحطها في الدقيق. دايما بخلي ايدي دي نضيفه على اساس ان انا لو احتجت حاجه ازود بيها. بحط في الدقيق كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا هوريكم يعني واحده او اتنين، بعدين هكمل انا بقيه النص كيلو علشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا خلوا بالكم انا بدخل الدقيق فيها جامد جدا كده اهو، على الوش ده وعلى الوش ده، تمام. بعد كده بنفضها من الدقيق. خلوا بالكم الطريقه دي هتعجبكم جدا، وهتخلي الطبقه او الكراست بتاعها ما يوقعش منك في الزيت. دلوقتي هحط في البيض، تمام كده اهو، وبرضو هرفعها كده عشان تصفي تماما البيض واللبن زي ما انتم شايفين كده. بعدين هحطها في البقسماط، وبرضو البقسماط هغطي كويس قوي وهضغط عليها كويس جدا بايدي علشان تعمل طبقة جميلة جدا وثابتة عليها ان شاء الله. كمان التكة اللي بتخلي الكراست ده ما يوقعش من عليها ويبقى طعمه حلو جدا وثابت، ان احنا بعد ما بنحط في الحاجات دي كلها بندخل التلاجة على الاقل ربع ساعة او نص ساعة، بحيث ان ايه تتشمع زي ما بيقولوا، ان الحاجة تلزق فيها وتبقى كويسة. ادي اول قطعة، وعندي طبق فاضي هنا بطلع عليه. هعمل معاكم واحدة كمان. صدقوني لو عملته نفس الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي هتعجبكم جدا. وكمان تكه البيكنج باودر ده بيخلي الطبقه هشه جدا وجميله، وبتخلي الفراخ طريه مش ناشفه. حتى لو قعدت وبردت بيبقى طعمها جميل وطريه، وبتحافظ على طراوه الفراخ. اهو اديني اهو دخلت كل الدقيق ونفضته، انزل على البيض واللبن كده اهو زي ما انتم شايفين. البيض واللبن مضروبين كويس وعليهم ملح وفلفل اسود علشان الزفارة. وفي الاخر البقسماط. طبعا كل واحدة عارفة طريقة الدقيق والبيض واللبن والبقسماط، بس زي ما قلت لكم التكة في البيكنج باودر وفي الضغط على الحاجة كده لازم تضغطي عليها كويس جدا، وتدخلي فيها البقسماط كويس جدا بحيث انه ما يقعش منك في القلي. وبرضو هنشوفها واحنا بنقليها شكلها ايه مع بعض. اسفة الصوت ده صوت الصاعق.
اللي فرقع ده، لان عندي هنا ناموس، فبحط الصاج عشان يشيل الناموس. انا كده هكمل انا بقيه الكميه وبعدين هوريكم لكم واحنا بنقلي. استنوني. وده يا جماعة شكل الفراخ البانيه بعد ما خلصت الكمية كلها. دلوقتي هحطها في التلاجة عبال ما اقشر البطاطس واقطعها، يعني حوالي ربع ساعة، وبعدين هنقلي كله مع بعض. استنوا. ودلوقتي يا جماعة بعد البطاطس خلاص ما استوت، هبتدي اقلي البانيه. الزيت سخن اهو، هبتدي احط قطع البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اسيبه دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده تقريبا، او يعني 3 دقايق و3 دقايق اهو. زي ما انتم شايفين انا مش حاطه زيت كتير، يا دوبك بس يغطي الفراخ، لان الزيت ده بيترمي بعد ما بنخلص قلي الفراخ والبفتيك والحاجات دي. هقول لكم دلوقتي، يعني هوريه لكم دلوقتي بعد ما يطلع من النار. هنشوف شكل الطبقه بتاعته. بصوا بتتنفخ ازاي عشان البيكنج باودر. هوريكم ازاي ان الطبقه بتاعته جميله وما بتسيبش الفراخ خالص. انا بس هطلع البطاطس وهرجع لكم تاني. استنوني. كده انا خلاص طلعت البطاطس اهي. وده الطبق اللي انا مطلعاه عشان الفراخ البانيه، وهنبتدي نقلبها مع بعض اهو. خدت لون جميل من الناحيه دي، ابتدي اقلبها على الناحيه التانيه. زي ما انتم شايفين معايا الطبقه زي ما هي، ما جرالهاش اي حاجه. طبعا اول ما هتستوي هطلعها، اول الناحيه التانيه ما تاخد لون هطلعها، لان طبعا الفراخ زي ما احنا عارفين بتستوي بسرعه، وكمان هي كانت منقوعه ومتبله بقالها يومين في الثلاجه، فطبعا بتستوي بسرعه جدا. طبعا انا مش هقلي كل النص كيلو، هقلي على قدنا بس 4 قطع او 5 قطع بالكتير، والباقي هشيله في طبق من الاطباق الفل عليه كيس نايلون واغطيه بالاسترتش واحطه في الفريزر، ويوم محتاج اقلي تاني هطلع واقلي. دلوقتي انا شايفه ان الفراخ كده تطلع تمام. هطلعها بس عشان انا ماسكه الكاميرا بايدي، فهطلعها وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين اهو انا طلعت الفراخ. بصوا لونها جميل جدا اهو، والطبقه بتاعتها زي ما هي، ما طلعتش من عليها ولا اي حاجه. كمان عشان التتبيله ما فيهاش زيت، عارفه انت لو حطيتي زيت في التتبيله هيقع كل الكراست ده من عليها. وكمان البصل ما يكونش مبشور ناعم، يكون متقطع قطع كبيره علشان يبقى سهل ان انت تشيليه من عليها قبل ما تحطيها في الخلطه. وادي الفراخ التانية حطيتها اهي تمام. يعني تقريبا مش هقلي تاني، هما ال4 قطع دول كفايه قوي. القطعه دي لقيتها كبيره جدا، فهقلي ال4 قطع دول بس. وهملح البطاطس، وطبعا بناكل معاها عيش وكاتشب ومايونيز وكده، وبتبقى اكله ظريفه وخفيفه. وبدل ما نجيب اكل من بره يبقى اكلنا من البيت طعمه جميل وشكله جميل وحاجه بنحبها وطعمها حلو. وبكده يا جماعه انا خلصت الاكل بتاعي. عشان العدسه فيها حاجه. انا خلصت اهو. ادي البانيه زي ما انتم شايفين، الطبقه بتاعته زي ما هي، ما جرالهاش اي حاجه عشان التكات اللي قلنا عليها. وادي البطاطس المحمره، وهنا ده كاتشب ومايونيز، والاطباق دي للكاتشب والمايونيز. نفضي هنا وبناكل. انا عن نفسي باكل بالعيش، بس فرحه بتاكل كده من غير عيش حاف يعني. ودلوقتي احنا هناكل، وبعدين هوريكم الفراخ اللي باقيه هشيلها ازاي في الفريزر. استنوني. وادي يا جماعه الفراخ البانيه اللي اتبقت. بصوا ادي طبق من الفل، وحطيت عليه اكياس التلاجة النايلون دي، قصيتها كده، وبحط اول طبقه وبرجع تاني احط نايلون علشان الفراخ يبقى سهل ان انا اطلعها وافكها من بعضها، تفك مني بسرعه. ادي تاني قطعه اهو. بعدين بحط برضو نايلون. هما كيسين انا قطعاهم على 2، يعني 4 قطع.
وادي القطعة التالتة. واخر قطعة دي مش قطعة، دي كانت حتت صغيرة فانا برضو عملتها حرام تترمي. هقليها كده كأنها ستريبس ولا ناجتس ولا اي حاجة اهو. هم 5 حتت صغيرة كده يعني كأنهم قطعة. وفي الاخر هبتدي اغلفها بالاسترتش. ادي الاسترتش اهو، هبتدي اغلفها ومجهزة عندي الليبلز دي اللي بتتحط بيتكتب عليها. دول اللي انا بجيبهم من المكتبة زي ما قلت لكم قبل كده، وبجيب منهم احجام صغير وكبير على حسب ما انت عايزة تكتبي على الحاجة. اهو هبتدي الف ده كده اهو زي ما انتم شايفين بس كده، واقطع تمام اهو كده تمام كده. وادي الليبل اهي اللي بقول لكم عليها. انا كتبت فراخ بانيه للقلي وكتبت تاريخ النهارده 2/1/2019 واحط عليها كده واشيلها في الفريزر. اتمنى يكون الفيديو النهارده يكون خفيف وتكون استفدت منه باي حاجه، خصوصا التكات بتاعه الفراخ البانيه. طبعا نفس التكات بعملها مع البفتيك المقلي. البيكنج باودر والضغط جامد على الفراخ او اللحمه، ده بيخلي الطبقه تثبت عليهم. ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش عندي يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس امرا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير عشان اصحابكم يستفيدوا. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.